جديد لوليد سليمان، يفوت بسهوله ويلعب العرضيه. كانت النيران الصديقه اللي ناويه، كانوا ناويين النيران الصديقه اللي كانت ناويه جون. شكلها جون ولا ايه؟ فرحه عبد الله السعيد بتقول جون، فرحه عبد الله السعيد بتقول انها دخلت الشبكه وعدت، فرحه الاهلاويه بتقول انها جون، وبالفعل هدف التعادل. فرحه الاهلاويه بتقول جون، فرحه الاهلاويه. المساعد ادى ايه؟ نشوفها تاني، نشوفها تاني. ادي المساعد سامح بيقول انها جون، سامح مصطفى ادى اشاره لياسر انها جون، والملعب كله على اخره بقى. هنشوف الكره شكلها ايه يا جماعه. اعملوا اعاده، وفي الاعاده الناس كلها بتشوف. هنشوفها عدت الشبكه ولا لا، دخلت ولا لا. هنشوف المحاوره والمداوله، والمحكمه تصدر قرارها المكونه من رئيس المحكمه ياسر عبد الرؤوف، والعضو اليمين النهارده سامح مصطفى. هيقول له، هيشاوره بعد كده يدي القرار. القرار نشوفها، بس نشوفها من هنا، نشوفها. ادي العرضيه وادي اللعيب وادي الكوره. نشوف بالراحه، جوه ولا بره؟ جوه. نشوفها من هنا، نشوفها من هنا. ايوه هنا تبان احسن طالما في كاميرا ورا. نشوفها، نقول هو كده لغى خلاص كده مع صفافير. والله شكلها جول. لا جول، لا جول، لا جول، لا جوه. هو ايديه على دماغه جوه. الكوره جول، الكوره جول، الكوره جول. ما حدش يزعل مني، انا بقول اللي قدامي هدف صحيح، لكن صفافير المحله كده بتقول انها اتلغت. الكوره هو حط ايده، الكوره جوه على شمال الحارس. تبان من هنا اكتر. ركزوا حضراتكم، شوفوها كده بالراحه. ادي اللعبه، بصوا القائم فين، الكوره فين، اتلعبت فين، جت في رجله. جوه الجول. هدف صحيح شرعي. وادي الشبكه بتهتز من هنا. عمرو رمضان اللي مسجلها. ياسر عبد الرؤوف لازم حد يغششه، لازم حد يقول له، لازم حد يوضح له. ادي اللعبه وادي عمرو. لا جوه يا جماعه، جوه تمام، جوه ما فيهاش فصال. يعني لازم نقول اللي قدامنا، لازم نحكي اللي قدامنا. نشوفها تاني من زاويه تانيه، وفي الاعاده تبقى الافاده. ادي اللعبه وادي العرضيه وادي عمرو رمضان وادي الكوره جوه الجون. وبصوا حضراتكم عمرو رمضان عمل ايه؟ يعني لو الكاميرا ترجع على عمرو رمضان تاني تلاقي حط ايده على وشه خوفا من انها. ادي عمرو رمضان، ادي الكوره كده، الاخراج تمام التمام. هدف لا جدال، هدف لا جدال يا جماعه. مش محتاجه يعني، مش محتاجه. جماهير المحله كلها بتهتف بره، لكن هي جوه ما فيهاش فصال، ما فيهاش كلام يعني بصوا حضراتكم بقى. بصوا عمرو رمضان بعد ما الكره اتلعبت، سيبكم من دي خلاص. بصوا عمرو رمضان، بصوا حط ايده على دماغه ازاي، زعلان انه جاب جون في نفسه. خلاص القصه محسومه اهو. جون صحيح، نيران صديقه. وياسر عبد الرؤوف والحقيقه المساعد بتاعه سامح مصطفى هو اللي مغرقه بلغه بالبلدي كده. انها الحقيقه مش محتاجه، هي باينه واضحه تماما انها هدف شرعي للنادي الاهلي. ويبدو انه ياسر عبد الرؤوف انا يعني عمال يروح ويجي، هو مقتنع انها هدف، والمساعد قال له انها مش هدف. الحكم الرابع يبدو انه تدخل وقال له انها هدف، ومجدي المالكي المراقب يبدو انه بيتدخل عشان يقول له انها هدف. يعني الناس خلاص احتارت. مباراة الحقيقة من اجمل مباريات الدوري، اخطاء تحكيمية ساذجة للغاية. لو ياسر عبد الرؤوف صمم على قراره انها هدف وهي هدف الحقيقة الموضوع محسوم وانتهى، لكنه المساعد سامح مصطفى يبدو انه دخله خلاص. برافو يا مخرج الحقيقة، اشكرك زي ما انتقدتك، اشكرك بدي. خلاص القصة باينة، القصة واضحة. وايضا هي مسؤولية المساعد من البداية ومسؤولية طاقم التحكيم من البداية، لانه بيعاين الكرة فين، الشبكة عاملة ازاي، الحدود عاملة. هي الكرة ما قطعتش الشبكة، هي الكرة نزلت على الارض تقريبا وعدت هي. لو والشغب بدأ في الملعب.
وكنت بس كابتن جمال برضو هسألك سؤال، ألم يكن من الأفضل لعمرو رمضان إنه يقول إن أنا الكرة جت في رجلي ودخلت جول؟ والله ده كلام صعب يا كابتن شوبير تلاقيه هنا. نعم. ولو حدث زي ما افتكر لو تذكرنا وقعة الكابتن علي خليل. نعم. لما قال ان الكرة فعلا في الشبكة من بره. اتمنى ان الكلام ده كان هيحصل، وهو لو كان عمل كده كان هو الاخر النهارده ضرب مثل في الاخلاق الرياضية العالية. فيصل يا كابتن الشارع مش مقطوع في الصدور. كابتن شوبير كان جاي يبوظ البلد، مش يبوظ الماتش، ده جاي يبوظ بلد. كابتن يعني اعتقد انت كنت بتسال عن عمرو رمضان تقسم ان الكوره ما دخلت، لكن برضه عشان نكون كابتن شوبير معايا. ايوه فيصل سامعينك. لكن عشان نكون محايدين يعني اتعادت اكثر من مره قدامنا هنا في الكاميرات اللي بتصور. اعتقد طب قول لي ايه اللي بيحصل في الملعب؟ شايف ياسر عبد الرؤوف رايح على اوضه اللبس هو طاقم التحكيم. طبعا خرجوا بره خلاص، دخلوا اوضه اللبس يا كابتن، والملعب اتحول الى يعني موقع جلابيه جديده لو عايز تقول. لا معاك يا فيصل، انا معاك يا فيصل، انا معاك. واحد من المتفرجين مولع صاروخه بيجري في الملعب رايح جاي، لانه خلاص يا كابتن انا اللي انا شايفه قدامي الجماهير بتتوافد باعداد كبيره ناحيه الملعب، وحتى جماهير غزل المحله بتتجه ناحيه التراس اهلاوي، وربنا يستر لانه الازمه هتبقى عنيفه، واعتقد انه الصوره يعني اصبحت في منتهى الصعوبه. فيصل بس اللي عايزك توضحه للناس ان الهدف صحيح 100%، ان ما فيهوش ادنى شك لا من قريب ولا من بعيد. هدف صحيح، وانا شايف جماهير بعض من جماهير المحله وللاسف اشارات خارجه للاسف. احنا مضطرين الصوره تفضل معانا. شايف جماهير الاهلي ثابته في مكانها تماما، بتغني في مكانها فقط لا غير، وشايف الامن بيحاول يحمي، وشايف الامن بيحاول يبعد جمهور المحله عن يعني اللوح الاعلانيه او الاقتراب من جماهير النادي الاهلي في قصف للحجاره من الملعب على جماهير النادي الاهلي. ايضا قبل ما نلوم الناس جماهير غزل المحله او جماهير الاهلي، نلوم الحكام بجد. كابتن ياسر كهرب الماتش، كهرب لنا الماتش.